السلام عليكم. حابب ان النهارده يكون اول فيديو لينا مع بعض. اول فيديو هنتكلم فيه ان ليه دايما حاسين ان حياتنا واقفة ومش بنتقدم، ويومنا 24 ساعة بس ما بننتجش فيه اي حاجة. حلو. طيب ايه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة ان احنا مش بنعرف نستغل الوقت كما قال الكتاب زي ما بيقولوا. طيب اول ما بنصحى بنعمل ايه مثلا؟ ممكن تكون من المشاكل ان اول ما بنصحى بنمسك الموبايل، نقعد نسكرول شوية، نضيع ساعة ساعة ونص. بعد كده اول ما اقوم من النوم اقول طيب انا ممكن اقوم اعمل كوباية قهوة، بعد كده اشوف هعمل ايه. فتلاقي نفسك ضيعت نص ساعة تاني وبرضه ما قمتش عملت القهوة بتاعتك برضه. فاهم؟ بعد كده تقول انا هقوم اخد دش، بعد كده هقوم هنزل التمرين. تفضل تضيع بتاع ساعتين تلاتة في الولا حاجة، حرفيا في الولا حاجة. طيب انا عامة كمحمود كانت ايه المشكلة اللي بتواجهني؟ اقول لك ان انا اول ما بصحى من النوم كنت بمسك الموبايل زي اي حد. بعد كده لما لقيت ان الحوار دوت لا وما ينفعش مش عارفه ايه، واجهتني مشكله تانية. ايه هي؟ مثلا انا عايز اقوم من النوم انزل اروح التمرين مثلا، افضل افكر هلبس التيشيرت الازرق ولا الاخضر ولا الاحمر ولا البني، فاتسحل. فاهم؟ فاتسحل في التيشيرت ممكن اقعد فيه مثلا نص ساعه مسحول. والبنطلون، البس البنطلون الاديداس ولا البس البنطلون الكحلي ولا، برضه دي سهله. مش عارف ده اي دي اتش دي بقى زي ما بيقولوا ولا ايه الموضوع. بس برضه بلاقي نفسي بتسحل كتير. طيب ايه تاني برضه كنت بتسحل فيه؟ ان انا حاطط استبات واهم بيها نفسي ان انا مش هينفع انزل غير لما تحصل. ايه هي؟ ان انا اقوم اول حاجه اصحى من النوم، اخد دش، بعد كده اشرب القهوه، بعد كده اكل وجبه، بعد كده اقعد نص ساعه، بعد كده اروح التمرين. وممكن لو عدت مش عارفه ايه لا اقول اشرب قهوه تاني عشان عامل روتين كده. هو تمام حلو جميل، بس بحس ان هو بقى ايه، بقى عقبه. طب انا دلوقتي صحيت من النوم ما عنديش قهوه، هضطر انزل اروح اجيب قهوه عشان ما ينفعش اروح التمرين غير لما اشرب كوبايه القهوه. فدي كده ايه، ضيعت فيها برضو ايه ساعه. ان انا حليت مشكله، خبطت في مشكله تانية. حليت مشكله مثلا ان انا مش بقوم اول ما بصحى من النوم اسكرول وبتاع، بس ايه، واجهتني مشكله تانية. ايه هي؟ ان انا بصحى ادور على بن، بيتعمل زي المدمنين. اصحى لازم اشرب كوبايه القهوه، بعد كده اشوف هعمل ايه وهتعامل ازاي والكلام ده كله. طيب دي المشكله. ايه بقى اللي انا عملته عشان احل القصه دي؟ اول حاجه مثلا في موضوع الموبايل نمسكها ستيب او بوينت بوينت. اول حاجه في موضوع الموبايل ده، بطلت ان انا امسك الموبايل. انا ساعات ببقى قبل ما بنام بدوس على الواي فاي، مش عايز اشوف اصلا نوتيفيكيشن فتسحل. فايه ده؟ طب ممكن، طب ده الشغل، طب ده مش عارف مين، طب ده مش عارف مين برضو بعد، فتسحل اضيع ساعه. وممكن اخبط في مسج تنكدني، تخليني خلاص كده يوم الضرب. ليه؟ اول حاجه تصحى تلاقيها في وشك مشكله في الشغل او مشكله في مش عارف فين، او ما الحق مش عارف مين مات، او هتلاقي الدنيا اسودت معاك. طب ما انا اشوف نفسي انا الاول وبعد كده ايه ابقى امسك الموبايل. فدي كانت اول حاجه، ان انا هصحى من النوم مش همسك الموبايل. حلو. حلو. تاني حاجه قصة القهوة وقصة المش عارف إيه. بقيت يا إما يا عم أجيب برطمان قهوة وعارف هيكفيني قد إيه، وقبل ما يخلص ببقى عامل مثلا الستوك بتاع ده. أنا بعشق القهوة، أنا من عشاق القهوة. بحس القهوة دي بتحركني في كل حاجة، وهي جامدة على فكرة يعني. نبقى نتكلم في موضوع القهوة ده بعدين يعني. فلقيت نفسي ان انا ايه، خلاص موضوع القهوه برضه حليته. طيب نيجي بقى في موضوع اللبس والاي دي اتش دي اللي كان بيجي لي بقى في قصه ايه، هلبس ده ولا ده ولا ده ولا. بقيت باشا افتح الدولاب، عيني بتيجي على اول تيشيرت من الكورنر اللي هو بتاع التمرين مثلا، دي تيشيرتات التمرين او دي تيشيرتات الرياضه. فخلاص بقوم قافش التيشيرت ده. اول بنطلون اقوم قافش اول بنطلون، اول شراب اقوم قافش ما بقيتش احط نفسي في اختيارات كتيره، لان في ناس وانا منهم. دي مشكله انا بواجهها، ان انا لو اتسحلت في حاجه بقعد اتسحل فيها كتير. طب التيشيرت دوت شكله مش، طب استنى اقيسه كده. بقى حوار بقى يعني. بقى الجيم بالنسبه لي التيشيرت اللي هلبسه ايه،
مع ان هو ده مش الموضوع. الموضوع اروح اتمرن ايه، هاكل ايه بعد التمرين، ده المفروض اللي افكر فيه. فايه بتسحل سحرات غلط. فدي مثلا من ضمن الحاجات اللي انا حليت بيها، اللي هو انا اصحى اول ما تيجي عيني على التيشيرت دوت هاخده بني ابيض ازرق احمر، هاخده. او بنطلون ابيض رمادي مش عارفه ايه هاخده. تمام. ونفس القصه كوتشي او الشراب والدنيا خلاص سهله. الموضوع خلص في نص ساعة مع كوباية القهوة هي أصلا على النار، ولا سواء هشرب تركي ولا هشرب نسكافيه ولا هتشرب اسبريسو أيا كان يعني. وأنت بتتعامل تشوف هتلبس إيه، كوباية القهوة بتتعمل خلاص هوبا اشرب، لبست، بقيت في الجيم نص ساعة خلاص الموضوع من صحياني بقيت هناك في الجيم. انت من النوع اللي بيصحى بدري فبتصلي مثلا ركعتين ضحى قبل ما بتنزل، برضه الموضوع خلص. انت قمت خدت دشك صليت الضحى، فتحت الدولاب طلعت التيشيرتين، القهوة خلصت شربتها، قمت نازل رايح الجيم. بعيد عنك بقى قريب منك. وبرضه موضوع الجيم ده محتاج ان احنا نتكلم فيه، اللي هو لما تيجي تختار جيم اقرب جيم ليك يعني، وخصوصا في البدايه لو انت كنت قاعد وعايز ترجع او اللي هو انت لسه بتبتدي، ما تصعبهاش على نفسك. الفكره كلها يا جماعه في الموضوع اللي انا عايز اوصله لكم، ان انت ما تصعبهاش على نفسك. اقرب طريق لاقرب حاجه، وانت بقى بتتعامل ساعتها هنقعد نعدل بقى ونشوف احنا غلطنا في ايه. بس اعمل يعني، اعمل. اهو ده اول فيديو ليا على اليوتيوب. هل مثلا دي اجمد كاميرا في الدنيا؟ هل دي احلى اضاءه في العالم؟ هل ده اجمد تيشيرت ممكن اطلع بيه؟ هل ده سكريبت انا محضره او لا، اعمل فسيرى الله اعمالكم. وبعد كده انت عدل بقى، ربنا بقى ايه يديك فكره ينور بصيرتك. انت تبحث عن الموضوع بيتعمل ازاي، فهوب غلطت في دي وقعت في دي ترفع المره الجايه، وهكذا. فده المختصر المفيد. واظن او اتمنى تكون دي ختمه حلوه للموضوع، ان احنا اقرب طريق لحل المشكله اعمله. ما تقعدش تفكر، لان انت لو بني ادم طبيعي هتقعد تفكر هتختار ده او ده. لكن لو من الناس اللي زيي اللي هي بتقعد تفكر، فلما مثلا يبقوا خيارين، لا انا ممكن اطلع 3 خيارات، بعد ال3 خيارات ايه ده، طب ما في خيار رابع، ايه ده، طب ما ممكن افترض ممكن يكون الخيار الخامس احلى. فلاقي انا كانت هي حاجه واحده هعملها بقى عندي 6 حاجات. ايه يا عم، طب ليه انا بضايق نفسي وفاهم. اقرب طريق لخص يا معلم. مبقاش في وقت، اعمل وبعد كده عدل. ده انا حبيت اقوله معاكم، ويا رب يكون مفيد حتى لحد واحد بس ان شاء الله هنبقى احنا كوميونتي كبير، وهنبقى ناس كتيرة. وفيدني في التعليقات، قول لي انا كويس في ايه، غلطت في ايه، فادك في ايه، الدنيا دي كلها. وان شاء الله هيبقى فيديو كل يوم جمعة هنعرضه مع بعض، واتمنى ان احنا نفيد ونستفاد، ونطلع بنفسنا لقدام في كل حاجة بقى، في تمرين، في قراية، في شغل، في مشروع، في كورس، في الكلام ده كله ايه هنعرضه مع بعض وهنطرحه مع بعض الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تخشوا الجنة.